السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده إن شاء الله هاتكلم عن موضوع مهم جدًا للdevelopers اللي بيشتغلوا بالAI بصفة متكررة أو بشكل متكرر. هيكون مفيد جدًا. الموضوع اللي هنتكلم فيه هو اسمه الGet Work Tree أو الParallel Isolated Environments. إيه هو الWork Tree؟ الWork Tree ده أكني باصور الproject بتاعي، بانزّل له نسخة تانية واشتغل عليها براحتي. طيب دي هتفيدنا بإيه؟ هتفيدنا لو أنت مشغّل Claude Code. أنا دلوقتي مشغّل Claude، فتحت session جديدة، تمام. السيشن دي انا في عندي مثلا حاطط تارجت 5 تاسكات هنفذهم اليوم. فالخمس تاسكات دول كل تاسك منهم ببرومبت محدده. فانا عشان اشتغل مثلا، انا دلوقتي عندي بروجكت او نسخه واحده منه، هكتب اول برومبت، هنتظر لحد ما البرومبت تخلص، وبعد كده اخش على اللي بعده، رقم 2 رقم 3 لحد ما اوصل لرقم 5. فبالتالي في جاب ما بين كل تاسك والتانيه، اللي انا اخلص اللي انا انتظر ان كلود يخلص التاسك اللي بيعملها. وليكن بقى ايا كان هيخلصها في قد ايه، هيخلصها في دقيقه، هيخلصها في ربع ساعه، هيخلصها في تلت ساعه، ايا كان انت هتفضل منتظر لحد ما كلاود يخلص. لكن الجيت ورك تري هتغنيك عن حاجه زي كده. وهناخد مثال عملي عشان نطبق الحته دي. انا فرضا دلوقتي عندي تاسك، انا هكتب برومت اقول له والله انت كسينيور باك اند ديفلوبر، عايزك تمشي لي على كل الكيز اللي مش مترجمه، نوت ترانزليتد، وتترجمها لي. طبعا تاسك زي ديت هيعمل سكان على البروجكت كله، وهتحرق توكنز قد كده، بس مش مشكله، خلينا نجرب. تمام. فانا دلوقتي انا كاتب البرومت على جنب، خلينا ناخدها كوبي بيست هنا كده. تمام، دي البرومت اهي، مش عايزين نضيع فيها وقت. طيب انا دلوقتي بدات اول تاسك على برانش اسمه المين. حلو، جميل جدا. طيب في تاسك تانية عايز انفذها. هنا بقى نستخدم، او هيجي دور الورك تري، اقول له جيت ورك تري، جيت ورك تري اد. انا عايز انزل النسخه دي من البروجكت ده جنب البروجكت اللي هو الاساسي، اللي هو عناية باك اند ده. ماشي، فانا هقول له كده دوت باك سلاش عناية باك اند 2. بعد كده هقول له البرانش او النسخه اللي انا عايز اسحب منها، عايز اسحب منين او عايز اقف فين. مش اسحب، معلش، عايز انا اكون الهيد بتاعتي واقفه فين. عايز اقول له واقفه على الديف. تمام، وقفني على الديف. لو رحت كده على الفايل المين فولدر اللي هو النست، هلاقي جواه الفولدر الاساسي اللي انا كنت فيه، والفولدر التاني اللي انا كريته بالايه، بالجيت ورك تري. طيب جميل جدا. انا دلوقتي كده هقول له هطلع من الفولدر الاساسي، بعد كده هخش على الفولدر التاني. تمام، كده انا دخلت في الفولدر اني، في الفولدر بتاع البروجكت التاني. اقول له والله جيت تشيك اوت داش بي نيو فيتشر. هضيف مثلا برانش جديد اسمه نيو فيتشر مثلا، بغض النظر عن المسميات. already exist، خليها نيو فيتشر 2. تمام، كده هو كريت لي ايه، برانش تاني اسمه نيو فيتشر 2. لو جيت فتحت البروجكت ده في اي اديتور، هلاقيه بروجكت نسخة طبق الاصل من التاني، بس اللهم هو طبعا كان ساحب من الديف. انا كنت على الديف وغيرت البرانش بتاعي لنيو فيتشر 2. اوكي، هبلش البرانش، بيجي هنا بقى دور ايه، كلود. انا هنا في البروجكت ده هفتح كلود ابدا انفذ التاسك التاني. التاسك التاني بتقول لي ايه مثلا، انا دلوقتي عامل امبلمنتيشن لسواجر، فعايز اقول له لف لي على كل الاي بي ايز مش بعمل لها دوكيمنت، وحطها لي في سواجر، او اعمل لي ليها امبلمنت في سواجر. فانا برضو مجهز برومبت كده. ماشي اهو، دي البرومبت بتاعتي. طبعا برومبت دي برضو ممكن تاخد لها بتاع نص ساعه، وهتحرق برضو توكنز قد كده.
بس مش مشكله. طيب انا كده عندي بروجكت رقم 2 وعندي بروجكت رقم 1، نفتحهم جنب بعض. اصبح ايه اللي حاصل دلوقتي؟ اصبح اللي حاصل ان انا عندي بروجكت اللي هو عياده باك اند، وهنا عياده باك اند، بس ده شغال على برانش وده شغال على برانش تاني. كلود هنا شغال هنا بيعمل حاجه، وكلود هنا شغال بيعمل حاجه تانية خالص، وهكذا بقى. طيب انا عايز اسحب ورك تري تالتة، نفس الكلام بالظبط، نفس الكلام بالظبط. شايف هنا كتب لي اهو الرد بتاعه، وانا لسه وانا شغال عادي خالص، عندي تاسك تالتة هعمل نفس اللي عملته. تمام. طيب فرضا انت خلصت، فرضا يعني انت خلصت شغلك بقى ومش عايز حاجه تاني من الدنيا، هتقوم جاي هنا ما قايل له ايه. طبعا انا بس اقفل ده عشان اعرف امسح. انا خلاص عايز امسح الورك تري وخلاص، مبقاش ليها داعي. طبعا عندك الطريقه المانيوال اللي انت تحذف الايه الفولدر من هنا بايدك، طبعا بعد ما تمرج بقى البرانشات بتاعتك وتروح على الايه التعديلات بتاعتك، تروح على الريموت، فخلاص انت تروح بقى تمسح الايه الفولدر ده، يا اما بايدك يا اما تكتب الكوماند ده جيت. الاول قبل ما احذف معلش، في كوماند اسمه جيت ورك تري، ده بيجيب لك كل الكومنتات كل الكومنتات بتاع الورك تري. عندك جيت ورك تري اد والليست واللوك والموف وهكذا. انا اللي يهمني في ده كله الجيت ورك تري ليست، عشان تشوف كل الورك تريز بتاعتك اهو. ده الورك تري اللي انا كريته. طيب انا ده انا عايز احذفه، تقول له جيت ورك تري ريموف، وتقوم قايل له ايه الباس ده. هو طبعا هنا موجود اهو، قوم قايل له كده. ابص هنا الاقي الورك تري فعلا اتحذفت. فطبعا دي حاجه خيال، اللي هو شغال مثلا على 5 تاسكات، هفتح 5 اديتور وده كل واحد شغال في ناحيه. انا بس يا اما بتابع كلود او بريفيو على كلود وخلاص، مش بعمل اي حاجه تانية في الدنيا غير كده. مش بنتظر ان كلود يخلص البرومت الاولى عشان اكتب البرومت التانية وهكذا. اسف على الاطاله، واتمنى ان شاء الله الفيديو يكون مفيد. شكرا.